وكاس مصر للسيارات وكمان الكارتينج. احنا عندنا كارتينج في مصر، دي حاجه كويسه جدا. نشوف التقرير ده ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. 15 فريق و15 عربية بيسابقوا في مصر، ومش بيسابقوا من غرض التمثيل المشرف، لا بيسابقوا بجدية وبتنافس. وزي ما سيادة اللواء هريدي قال، في رأي الفراعنة قدرنا نحقق مراكز كتيرة في مختلف التصنيفات وعلى الترتيب العام كمان. احنا الحقيقه بنعمل دلوقتي النهارده عندنا راي الفراعنه الموجود داخل مصر، وبيبقى في عدد كبير جدا مشتركين من الخارج جميع الدول. وان شاء الله زي ما بقول احنا دخلنا على الخريطه الجديده بتاعه باريس دكار، هتبتدي السنه الجايه ان شاء الله في يناير. واحنا بنحاول قدر الامكان نعمل تاهيل لافراد مصريين يخشوا في هذه السباقات، عشان الحمد لله المره اللي فاتت في راي الفراعنه حققوا نتائج متقدمه، وربنا يوفق ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. الاتحاد بيهدف لتشجيع زي ما قلنا ممارسة هذه الرياضة في مصر لجذب الشباب علشان يمارسها بشكل آمن، ويبقى عنده قدرة على المنافسة لدخول المنافسات العالمية، خصوصا في حدث عالمي بيتم على أرض مصر بقاله 25 سنة اللي هو رالي الفراعنة. ما ينفعش رالي الفراعنة يتعمل على أرض مصر، يعني على أرضنا زي ما بيقولوا، واحنا ما نشاركش فيه وما نحققش كمان مراكز. ده اللي بنهدف ليه ان شاء الله. احنا السنه اللي فاتت تمكنا من نتاج الرالي الاولاني ان احنا يبقى في 10 فرق تخش رالي الفراعنه، وحققت مراكز من الثالث للثامن. السنه دي عندنا مبدئيا ال10 وصلوا 15. ال 15 دول بنعدهم عشان يخشوا رالي الفراعنه 2010 باذن الله في اكتوبر، وان شاء الله يحققوا مراكز برضو متقدمه باذن الله. مرة تانية معاكم أعزائنا المشاهدين. طبعا قبل ما نبتدي فقرتنا أنا كنت وعدتكم إن احنا نشوف لكم نتيجة مانشستر يونايتد وويست